شحال التنظيم جا من القجع دار مؤامره على الجزائر باش زعما كونكوا ينوضوا الشعب باللي الدوله ما خدمتش. والله الجزائر خدمت كل مرافق تماما. مسح السكين في جهات اخرى هذا لا يفيد، لانه الجزائر لانها ضعيفه، لانها منحطه، لانها متدهوره. المواطن يعرف وعنده ما يكفي من الوعي بما يجري على الساحه. اذكر هذا المونتيسيبي اللي اصله من جنوب افريقيا، لما زار الجزائر لبسوا له البرنوس وداروا له حلويات واستقبالات وفولكلور وجايبين بنات يغنوا يرقصوا امامه. من بعد لما اصدر القرار خلاص ظلوا ضده درك، قالوا هذا غشاش وهذا فاسد كبير يقود الكونفدراليه لكره القدم وما الى ذلك. علاش الافراط؟ نفس الشيء بالنسبه للبريكس، قالوا هذا عام البريكس. من بعد لما لم يتم اختيار الجزائر قالوا لا، البريكس هو اللي في حاجه للجزائر وليست الجزائر في حاجه اليه. تنظيم تاع كاس افريقيا خليوه للمروك، وان شاء الله راه نلعبوا في المروك، وان شاء الله نجيبوا الكاس من ثما ونفرحوا باذن الله تعالى. خاطر ما بقاش كره قدم بقات كولاسه، وبربي ان شاء الله التنظيم تاع كاس افريقيا 2025 كيكون اعر. تمام كريم. تفضل عبد السلام من باتنا. مرحبا بك اخويا وبالناس باتنا. اللي قال لك علاش تنحاو من الكوب دافريك. ايوه تفضل خويا. الحاجه الاولى كلش راه باين. كلش راه باين، وعلاش راه باين؟ الحقره. ما كاش لي تيرا بالماضي واش قال لي تيرا ماشي ملاح راح. هذه الحاجه الاولى. نعم. التنظيم مخصوص بزاف وزيد الجزائر تاعنا تهضر على الجزائر الارهاب ما الارهاب الارهاب ما الارهاب. واش تسنى ميغا الدول كاع يسموها معناتها راه الخوف في الجزائر. والجزائر يا خويا تدب عليك العالم كاع على بالو واش كاين، والله كاع على بالو واش كاين. الى متى ونحن في هذا الصمت اللي هو صمت القبور ما لازمش يستمر؟ ابو امين من ايطاليا. مساء الخير اخي عثمان. مساء النور ابو امين. يعني الضجه اللي اثارت هذه الفوضى هذه تاع كاس افريقيا ما كاس افريقيا. ايوه. يعني والله لو تنظر قليلا يعني الوسائل التواصل الاجتماعي تشوف الضجه الكبيره اللي راهي صايرتها. يعني تقول احنا على ابواب حرب مع بعضنا احنا والمغرب. شفت مشكل والله يا اخي والله مشكل. هذه الكره ماهيش يعني حياتنا انتهت باننا مجرد اقصينا من كاس افريقيا. نعم. حتى ان اصبحت مشاكلنا بكلها منحصره في كره القدم. مشاكل اعظم واكبر من هذا. نعم. والله مشاكلنا اكبر واعظم من هذا. نتمنى برك ان يعني نقصوا من هذه الضجه اللي داروها وتعود الاخوه بيناتنا احنا والشعب المغربي. احنا اخوه قبل كل شيء، احنا اخوه. ماهيش هذه الكره اللي راح تفرق. بارك الله وفيكم. بارك الله ابو ايمن. يعطيك الصحه ابو امين. اعتقد ابو امين. نعم. قضيه التعويل ومسح السكين في جهات اخرى هذا لا يفيد، لانه المواطن يعرف وعنده ما يكفي من الوعي بما يجري على الساحه السياسيه والاجتماعيه. بشير تفضل يا بشير بايجاز رجاء مختصر. بايجاز جدا جدا. كي تعود نظام ودوله يعلم الناس باش يقدر يعيش لازم يسرق، باش يقدر يعيش لازم يمد رشوه، باش يقدر يدير اي حاجه بالمقابل كيفاش يقولوا دونون. ما تلومش الشعب، لكن بلاد مسخه على خاطر السلطه. ايوه بشير. بشير انقطع الاتصال به ولو انه اتصل من قبل، لكن معليش الانسان يتسامح. تفضل ابو صهيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي عثمان. عليكم السلام. أبرق بتحية لشيخي علي بالحاج، ثم إلى إخواني الأحرار وأخواتي، ولا أنسى إخواني الذين يقبعون في سجون هذه الطغمة الحاكمة. أنا أقول هناك إجماع، وهو بأن منذ أن اغتصبت هذه الطغمة حق الشعب، وهي في الويلات وفي العذابات في الإخفاقات. لماذا؟ لأنها اللعنات التي تلاحقهم. ليس هناك نظرة وليس هناك رؤية وليس هناك استشراف، هناك انسلاخات وليس إصلاحات. لأن الذي يظلم لابد أن تسلط عليه الدعاوى وتسلط عليه كل ما يصبو إليه ذلك الظالم، لأن الظالم لا يبحث إلا على أمر واحد، وهو المنافع المصلحية. نقول للطغمة ستبقين في الإخفاقات وتبقين في الإسقاطات من سقوط إلى سقوط، لأنك لا تعرفين حق هذا الشعب، ولا تعرفين مآلات هذا الشعب، ولا تعرفين آهات الشعب. تعرفين إلا
نهب الأموال وتسويق إلى الخارج، لأن هناك شرعية وليس هناك شرعية لك حتى تصل الأمور إلى نصابها أو تعود الحقوق إلى أصحابها. وفي الأخير أقول بأن نحن في الورشات التي انعقدت في الحراك المبارك قد تربينا وقد عرفنا بأن الجزائر لا زالت محتلة، وهذا شعار وهذا صيرورة تبقى لنا وللأجيال حتى نزيع هذه الطغمة العسكرية وهذه العصابة المافياوية التي عتت في الأرض فسادا من خلال شعارات جوفاء ومن خلال أمور لا تنتمي إلى الواقع بصلة. تمام أبو سهيب، يعطيك الصحة. المغرب 25 أولا ما فماش لعب، ما فماش يا با فوتو افيك لو ماروك. وانا المغرب خلينا نقولوه بكل صراحه ربحت بالضربه القاضيه لك بالكاو، معناها الناس الكل هربت. المغرب 25 أولا ما فماش لعب، ما فماش يا با فوتو افيك لو ماروك. نكونوا ناس حتى فما بعض اخواننا الجزائريين زاد موافقين يا با فوتو. احنا قلناها مره الاخرى راهي المغرب متعوده لتنظيم التظاهرات العالميه. بالله كابتن نيجيريا والبنين خذوا 6 عالمية ما قلت بروموسيون ديفينمون ترويج للحدث. هذوكم لي ديرني دو كلاس، احنا نتكلموا على الزوز. يعني ليش متقدمين؟ ما فهمتش واش تقدموا معناها نيجيريا والبنين؟ مش ما تقدموش هما في الاخر سحبوا التقدم او الترشح، لكن علاش تو لي كونكورون دو ضيع في وقت الناس؟ كل منافسين المغرب جبدوا رواحهم، فهمت علاش تقدموا في رواحكم؟ تبقى انا السؤال المطروح وسيبقى مطروح، فهمتني ولا انا المغرب خلينا نقولوه بكل صراحه وبما غير غش ومن غير كذا ربحت بالضربه القاضيه لك بالكاو، معناها الناس الكل هربت. انا ما فهمتش علاش الجزائر ما قدمتش روحها 27. انا هذا السؤال ما فهمتش. توا نعرفوا ال 25 للمغرب، المغرب 25 أولا ما فماش لعب، ما فماش يا با فوتو افيك لو ماروك. نكونوا ناس حتى فما بعض اخواننا الجزائريين زاد موافقين يا با فوتو. دونك تو اون شانس، كانت عندك اوكازيون فرصه كبيره لتنظيم كاس الجزائر وضع الكاف في موقف محرج، لانه الكاف كان باش يعطي 2027 الجزائر حسب اخر الاخبار. لكن الاخوه الجزائريين راوا انه عندهم اولويات اخرى وتغشوا زاده. نتكلموا بكل صراحه. عايش خويا، شو التبرير هذا تبرير انا ما يقنعنيش بكل هذا رايي، فهمتي ولا؟ اذا انت عندك اولويات أو عندك اولويات، ما دخل اولويات الداخليه في تنظيم كاس افريقيا؟ اذا انت عندك اولويات تاع اصلاح التحكيم واصلاح التدريب ومانيش عارف، ما عندها حتى فكره هذاك سي تان فولي بار. انت مش عندك ساعه كما قلت المره الاخرى، انا قلت له عندكم فرصه لترويج صوره القدم الجزائريه من كل النواحي وحتى البلاد. سي اون فيترين، لو فوتبول اون فيترين مانتنون. عليه ما تمشيوش في 27 ومن 27 خارق العاده وتكون امور ونقدموا صوره لماعه للجزائر في كل النواحي، في كل هذه النواحي. مش نقول انا راهو ما حبيتش انا نعمل مقارنه على السلامه والامن، خاطيني الامور هذه، ولكن انا خذيت حاجتين. خذيت الحاجه باهيه الفائده هي بروموسيون دافينمون، الترويج للحدث، ان المغرب متقدمه جدا في هذا الجانب. وهذا الطبيعي كابتن، لانه نظموا كاس العالم للانديه في عديد المناسبات. كيما واحد يحب يعدي شو اسمه هو الكاف، شو اسمه برو، كاف برو عمره ما درب. انت مش تعدي؟ لا اسمع، واحد مش يعدي كاف برو عمره ما درب، ما يجيش من ما يلزمك. عندك زاد انت عندك باك جراوند في التنظيم في كذا، في زاد كيف الانفراستركتور ديبيرجمون شيء كبير ياسر، الوتله وكذا. والله ذكرتني في الكاف برو. في الكاف برو كابتن محمد سليتي البارح كان عنده تصريح، كان عنده تصريح ان شاء الله الجزائر يا امين اخر كلمه، ان شاء الله الجزائر يا خويا يرجعوا ويقولوا خويا ويمشي يقدموا رواحهم 27 خاطر مهزله. لا نجموا، لا الكاف ينجموا ينحيوها تمهزله. ينجم يكون فما كينيا وغندا وتنزانيا يا كابتن، سحب التنظيم ومن بعد تلقى حل بديل، مع الجزائر ان شاء الله. الجزائر في تلقى حل بديل وتلقى ارضيه تفاهم مع الجزائر بالنسبه للكاف. سي محمد اي شو ظهر لي معناها القرار جاي من الفوق نتاع الانسحاب من الاثنين، يعني كما قال يحبوا يهزوا لي كومبيتيسيون كما ما نجموش ينظموا باش يسكتوا الكاف.